اهم الوظائف واهم المهارات اللي هتدخلك فلوس في 2026 وبدون خبره وبدون راس مال وبدون اي شيء. والخبره لو هتقول لي عليها انا لازم اتعلم مهارات كتيره، هقول لك المهاره الوحيده اللي هتحتاجها وهي مهاره انك تعرف تتكلم بثقه وتتواصل مع العميل، وهي مهاره الكوميونيكيشن. طب ايه هي الشغلانه ديت؟ وهي الكول سنتر. الكول سنتر مفيش ناس كتيره بتدخل عشان تشتغل فيها. الكول سنتر الناس اللي بتشتغل فيها قليله جدا، وكمان انت ممكن تكون اول مره تسمع يعني ايه كول سنتر اصلا. ففيديو النهارده هقول لك يعني ايه كول سنتر وانواعه وازاي تشتغل والانترفيو ازاي بيتعمل، وهفهمك كل حاجه من الصفر للاحتراف، من اول ما انت مش عارف اي حاجه لحد ما توصل انك فاهم كل حاجه في الكول سنتر. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. اول جزء في فيديو النهارده وهو يعني ايه كول سنتر. الكول سنتر بكل بساطه وهو انك هتتواصل مع العملاء. يبقى الكول سنتر انك هتتواصل مع العملاء من خلال طرق مختلفة، يعني مش بطريقة واحدة. الطرق 3 طرق، من خلال ايميلات او مكالمات او من خلال شات. يبقى انت بتتواصل معاه من خلال شات كتابة او مكالمات او ايميلات. تكون انت بتمثل شركة معينة اللي انت شغال فيها من خلال انك بتساعد ناس او بتبيع لناس او بتحل مشكلة لشخص معين، للشخص اللي انت بتتواصل معاه. نيجي بقى على الجزء الثاني من فيديو النهارده وهو ايه هي انواع الكول سنتر. 4 انواع. اول نوع هو الكول سنتر عربي، تاني نوع الكول سنتر انجليزي، تالت نوع استقبال المكالمات، رابع نوع وهو الاتصال بالعملاء. هنيجي بقى نتكلم بالتفصيل على الاربع انواع دول بالتفصيل. هنتكلم بس مش هناخد وقت كبير، هناخد من وقتك بالظبط دقيقه في الحوار ده كله. اول جزء اللي اتكلمنا فيه وهو الكول سنتر العربي، هو الاتصالات بتاعتك هتكون بالعربي، انك بتتكلم مع العميل بالعربي. مش بقول لك هتتكلم بالانجليزي، انت كده كده بقول لك ايه كول سنتر عربي. ودي بتكون اسهل من الكول سنتر انجليزي لو انت اصلا معكش لغه. لكن الحاجه الوحشه فيها وهو المرتب بتاعها بيبدا من 5000 جنيه لحد 10000 جنيه. لو جيت بصيت على الكول سنتر الانجليزي هتلاقي المرتب بتاعه ضعف ثمن الكول سنتر العربي. يعني انت لو مبتدئ وهتاخد 5، فالمبتدئ في الكول سنتر الانجليزي بياخد 10000. لكن في حاجه مهمه في الكول سنتر الانجليزي محدش بيقولها، وهو الضغط بيبقى عليك اكبر واكتر من اي كول سنتر تاني. يعني اي كول سنتر تاني بيتكلم باللغه العربيه فهو هيكون عليه الضغط اقل من الكول سنتر الانجليزي. نيجي بقى على النوع الثالث وهو استقبال المكالمات، ودي العميل هو اللي بيتصل عليك فانت بتستقبل المكالمه. يعني ايه بستقبل المكالمه؟ يعني هو اللي بيرن عليك وانت اللي بترد عليه. تندرج الاتصالات دي تحت 3 حاجات: شكاوي او استفسارات او دعم فني. نيجي بقى على النوع الرابع وهو الاتصال بالعملاء، انك انت اللي بتعرض عليهم حاجه معينه، انك بتبيع لهم منتج معين من خلال ان انت اللي بتتواصل معاهم، مش هم اللي بيرنوا عليك. ودي بتندرج تحت 3 حاجات: انك بتبيع او بتعرض عليهم او حتى بتتابع معاهم. انت بتتابع معاهم حاجه معينه او بتبيع لهم حاجه معينه او بتعرض عليهم عروض معينه. نيجي بقى على الجزء الثالث من فيديو النهارده وهو انا بشتغل ايه جوه الكول سنتر اصلا. اول حاجه بترد على العملاء بكل هدوء. الحاجه الثانيه وهي انك بتفهم المشكله بتاعتهم. الحاجه الثالثه وهي بتشرح ليهم حل او معلومه معينه. الحاجه الرابعه وهو انك بتلتزم بنظام الشركه اللي هي مديهولك. الشركه بتبقى مديالك نظام معين تمشي عليه. الحاجه الخامسه والاخيره وهي انك بتسجل بيانات على الكمبيوتر، ودي مش حاجه صعبه خالص. انت مش محتاج عبقريه ومش محتاج 500 مهاره، انت محتاج حاجه واحده بس وهي الهدوء ومهاره الكوميونيكيشن اللي هي التواصل او انك بتتكلم بثقه. نيجي بقى على الجزء الرابع من فيديو النهارده وهي المهارات المطلوبه. المهارات المطلوبه الناس بتقول انا محتاج كورسات كتير ومحتاج ان اتعلم حاجات كتير، والكلام ده فاضي، والكلام ده اللي قالهولك اعرف انه بيخمك او بيكذب عليك. اول مهاره مطلوبه وهو ان الصوت بتاعك يكون واضح، مش بتزعق ولا موطي صوتك، الصوت بتاعك يكون واضح زي ما بتكلم في الفيديو كده من غير مايكات. المهاره الثانيه وهي الاسلوب بتاعك يكون محترم. يعني العميل لو هو متنرفز ما تحاولش تتنرفز قباله، اصل انت متنرفز وهو متنرفز انت مش هتخلص الليله بتاعتك هتبقى ايه؟ انك هتتفصل من الشغل. وهم عندهم صاحب الشركه بيبقى عنده اهم حاجه رضا العميل. تيجي بقى المهاره الثالثه وهي الصبر وتحمل الضغط. اكيد هيجي يوم من الايام وهتنضغط وهيبقى عليك شغل كتير، فما تجيش تقول بقى انا زهقت وهسيب الشغل. ما انت هتسيب الشغل مش هتاخد المرتب بتاع اللي فات، وغير كده يبقى انت ما اتعلمتش حاجه، وغير كده ما يبقاش عندك الاستمراريه. تيجي بقى المهاره الرابعه والاخيره وهي سرعه الكتابه. انا قلت لك من شويه انت هتكتب او تدخل بيانات على الكمبيوتر، اللي هو لما في الجزء بتاع انت هتشتغل ايه في الكول سنتر، قلت لك ايه انك هتدخل بيانات على الكمبيوتر، فلازم الكتابه بتاعتك ما تقعدش بقى تدور على الحروف في لوحه المفاتيح، حرف العين، حرف اللام، حرف الالف. لازم يكون عندك سرعه في الكتابه. مش بقول لك انك تكون هاكر وبال10 صوابع بتوعك وبتكتب، لا خالص. اهم حاجه يكون عندك سرعه، مش تاخد نص ساعه لما تكتب اول اسم من الشخص. بقى الجزء الخامس من فيديو النهارده وهو هل هتحتاج خبره
احب اقول لك لا، واللي قال لك هتحتاج خبره احب اقول لك انه كان بيكذب عليك. اغلب الشركات اللي انت هتروح تشتغل فيها هي اللي بتدربك، هي اللي بتعرفك النظام، هي اللي بتديك الادوات اللي انت تشتغل عليها. يعني الشركه بتبقى مسؤوله عنك من اول ما هتجيبك تعلمك وتدربك لحد ما تديك المرتب بتاعك في ايدك. وفي شركات كمان بتشرح لك السيستم، وكمان بتديك سكريبت تقرا منه. الكلام ده بيتقال لكل العملاء، يعني هو الشركه بتديك سكريبت ورقه تقرا منها الكلام اللي هيتقال. الكلام ده بيبقى اساسي في كل نيجي بقى على الجزء السادس من فيديو النهارده، وهو السن والمؤهل. دي العقبه الوحيده اللي الناس هيقعوا فيها، وهي ما ينفعش تشتغل كول سنتر وانت سنك اقل من 18 سنه. لازم سنك يبدا من 18 سنه لحد 40 سنه. طالما سنك بادئ من 18 سنه اطمن انت هتقدر تشتغل. طب المؤهلات محتاج شهاده جامعيه والكلام ده؟ لا، لو معاك ماشي، معكش عادي برضه بالشهاده الثانويه هتقدر تشتغل. يعني انت لو شخص في ثالثه ثانوي مثلا وقفلت 18 سنه هتقدر تشتغل كول سنتر. اول حاجه محتاجها وهي انك هتعلم نفسك تتكلم بهدوء. تاني حاجه وهي تبدا تحكي وتشرح لنفسك. اشرح لنفسك اكن في عميل معاك على التليفون وانت بتشرح له. وانا علاء لو عايز اشتغل كول سنتر انجليزي فانت مش محتاج الا 3 حاجات. اول حاجه وهي هتحسن النطق بتاعك. تاني حاجه هتحفظ جمل ثابته بتتقال في اي مكالمه. تالت حاجه وهي هتسمع كول سنتر انجليزي من على اليوتيوب. لحد دلوقتي انت ما بتدفعش اي فلوس. نيجي بقى على الحاجه الثالثه في الجزء اللي قبل الاخير من فيديو النهارده، وهو طب انا لو عايز اشتغل كعام، لا كول سنتر عربي ولا كول سنتر انجليزي، انا عايز اشتغل كعام. العام ده يعني ايه؟ اول حاجه وهي انك هتتعلم اساسيات الكمبيوتر. تاني حاجه هتتعلم اساسيات الكتابه السريعه زي ما قلت لك من شويه. تالت حاجه والاخيره وهي هتظبط طريقه كلام. نيجي بقى على الحاجه الاخيره في فيديو النهارده والجزء الاخير، وهو الانترفيو بيكون عامل ازاي. اول حاجه انت هتعرف نفسك لصاحب الشركه او الاتش ار اللي هيبقى مسؤول عنك في الشركه ديت. انت اول حاجه هتعرف نفسك. تاني حاجه هيسالك اسئله بسيطه جدا مش معقده فهتعرف تجاوب عليها باذن الله لو انت اتدربت ونفذت كل الكلام اللي انا قلته لك في الفيديو. نيجي بقى على الحاجه الثالثه وهو تجربه مكالمه. يعني هيتواصل معاك عادي جدا وهيقول لك اعتبرني مثلا عميل معاك، وهيبدا يتواصل معاك وتفهمه الكلام اكنك بتشرح للعميل بالظبط. عشان كده قلت لك في اللغه الانجليزيه او العربيه حاول تسمع كول سنتر انجليزي او عربي من على اليوتيوب. الحاجه الاخيره في الانترفيو، لو انت مثلا هتتكلم بالانجليزي او انت شغال كول سنتر انجليزي عايز تشتغل كول سنتر انجليزي، فانت هيتعمل لك حاجه زياده عن الكول سنتر العربي وهو اختبار لغه. هيختبرك في اللغه. انترفيو عامه مش صعب بس محتاج منك هدوء وثقه. يبقى فيديو النهارده خلص، وما تنساش تحجز معايا في الطاوله اونلاين. هتكون على الرقم اللي قدامكم على الشاشه ده، وهيكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه يعني ببلاش حرفيا. وبرده ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها. سلام. الفيديو متعوب عليه جدا، ما تنساش اللايك والسبسكرايب والتعليق لو زيك، واستنى كل جديد. سلام.